أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من حلقات بيان موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. حديث اليوم خاصة بفضل الوضوء. تتمة نبدأ من الحديث رقم 59 وما بعده من الأحاديث حسب الوقت المتاح. نبدأ على بركة الله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وكذا يكون ناخذ مثلا ترجمة فبالتالي لا نترجم لهؤلاء ربحا للزمن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن، إذا توضأ العبد المؤمن. الوضوء اسلم فيك وين ما إلا يتوضأ العبد المؤمن. شراح الحديث شو دنان مادام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أوال العبد، معناه الوضوء عبادة. إذا توضأ العبد المؤمن. نقف عند كل كلمة. ميل العبد يغلظ. إذن ماذا نستنبط؟ نستنبط بأن كلمة العبد تفيد أن الوضوء عبادة. الوضوء العبادة، والوضوء من الأمور التي لا تقبل الوكالة، لا تقبل الوكالة أو الوكالة. في اللغة العربية تصح باش ديني وكالة بروكاراسيون، وكالة نغاديني وكالة. نفتح قوس. الوكالات تجوز في الأمور المالية، في المعاملات يجوز يوناد يخدم وكالة. أتصفك البروكاراسيون يقول باش هذه جيري الكونتيني، باش هذه جيري الشركين إلى آخره. هذه الأمور جائزة. ولكن هل العبادات قابلة للوكالات؟ الجواب لا، إلا الاستثناء ما يتعلق بالحج والعمرة للعاجز والميت. نروح يوث المعاملات أكن ملانت يجوز يكس الوكالات عموما. السوكلوض يوانا كيجيري كيخدم الشركات نغ في حونا نغ لي كونت كذا دي لي بانك نغ دي البوسطان هكذا وكاله بروكاراسيون نغ المزيان السفكي ماس نغ بس بروكاراسيون باش اسي جيري الكونتينس ابري لان لي جون يخدم شغل نسن اكيني ذا يوكلي ادوي ابونسيون ينس هذه تستخدم داي فرانسا. وطبعا الوكاله ذا الساعه الشرط، هذا الشرط انه اسخمض لا بروكوراسيون اكلي ثلا وتسخلها في دارها. لانت الشروط الوضعيه، لانت الشروط الشرعيه. الشروط الشرعيه اي دين الشرع في كذاكي وساد الخلاف. مثلا وزمات في البروكوراسيون يوان فاين ماشي شغليك ماشينك ناغاس يفكيون البروكوراسيون يوان فاين لاند وريجو زارع سيني كوكلا غاد تفضل الرشوه. مثلا مستفى الفلاني يفكر الرشوه وكلا طفيتي زكفوس، لا تلاقي شروط شرعيه لا تجوز قطعا. لاند الشروط الوضعيه ذيلت مستفى تشيني تستخدم وكاله مقيده الى اخره. كلفك نوكلك اتخدم كذا وكذا. افوكا هو اسم الوكاله بالخصومه. لافوكا هذه طف افير هذا ازما سيرني كطف لافير دي تريبيونال مثلا الله كور سوبريم لا كور سوبريم خاطئ ريد الدوسي شيني ذا وكيلينو ديال التريبيونال فقط. نغسل تصل القضايا في كاسيون دوسي وكالات. ولكن العبادات لا تجوز فيها الوكالات. نغد الوكالة الصحيحة بكسر الواو، نغ الوكالة بفتح الواو صحيحة. بتفهم سكة الصحة، بتفهم سكة الصحة. في العبادات لا. قرضي ون أكو كلا غيد الوضوء، أكو كلا غزال قم كانيو، أكو كلا غزال الجمعة غزال المغرب.
أي غردني غاولاقي هذه نادد نشرح الحديث نحاول نشرحه بقدر الإمكان كلمة كلمة. مدينة الحديث إذا توضأ العبد المؤمن، نستنبط من هذا الحديث من الجزء الأول من هذا الحديث أن الوضوء عبادة، وهي عبادة لا تقبل التوكيل. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض، دا ينتظر من شرحت فيما سبق فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، وياكن نسنيثن. فتمضمض ما أمان ذي جيميس يتمضمض، خرجت الخطايا من فيه. سبحان الله، باش ننظر فضل الوضوء في هذا الحديث رقم 59. لعبد مريغ الوضوء أديوض سيمي ساق موشيس يتمضمض أما كتزرام مرة واحدة، شحال 3 مرات، ذلك السنة 3 مرات. خرجت الخطايا من فيه، أدفغنت الذنوب سقيميس. الحديث مش نفهم، يسعى مفهومان. يسعى المفهوم مزوارو أكو الذنوب يخدم ومذان سيميس أسنت يعفو ربي، وشحال الذنوب يخدم ومذان سوق موشيس يلس ولا وكشفان يلس ولا شو يسعنا مكان أشكيث أم يلس أشكيث غلا أشكيث إلها يعني أتصن السبة ثم زواروث أكو ينزيضني عدا فلاس صح ولا ذا عرضة صار سيلسي أكو ينزيضن أذي عدي فيلس شغل باف ذي نري عدي كلش، لكن سيلونو في اللحظة إن ياس الصروة غاستي ميزيضانين نتسي الصروة ثلوفا ذنوب أي نزيضني عدا فيلس ذا ميميلس يسعى ميم اللي رباق يسعى ثغماس إلي بروتيجي راه في حماية وغيرها. أبا ذي الساقي شو دينا رب سبحانه القرآن الكريم يوم تشهد عليهم كمل ألسنتهم لا إله وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة ذي نسادي فندخسي أشيني ذي الدونيث سخضم ضيي النغد كذا وكذا وكذا أدي قرأ كلش لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثور ذي الدونيث نكونيك تحكي من ذيكس معنتها الدنيا أشو ثفغيض تحكم الديكس، ولكن ذي لا خرث أين كي تسوم ذا نديفة. لذلك أحد العارفين إن لساني أسد إذا أطلقته أكلني، إنك إلسيو ذيزم مظلق غاس يتشي وقارنث قبايليث أي يلسي لنا ذاك سوم ذا شو كيران ذا سنان. صفي المعنى الأول لهذا الحديث لهذا الجزء من الحديث أكو الذنوب أريخ ذن فنادم سيلسيس أسنتيع ربي ونسيت ساغ اللوضو يبض كان يسار ذي إيميس الذنوب ناد فغنت، ولكن من بعد نظرة شو انت الذنوب كبائرنا الصغائرنا ما يتعلق بأعراض الناس وإلى آخره سنشرح هذا. فتمضمض فخرجت الخطايا من فيه. صفي المعنى الأول ذوا. المعنى الثاني أن الإنسان مثل الوعاء، مثل الوعاء حينما ينظف في جميع أجزائه وتخرج المياه التي غسلت هذه المفاسد ولا من جميع منافذه. لا سيتيرن يولا تيسير دابريا تيسير هكا ادفلك سيوسيا سيدا اطاسي مثلا ساعه يمينيا قران ساعه يمينيا مشطات فكل، وكأن معناتها ماشي غير الذنوب التي ارتكبها باللسان حتى التي ارتكبها بالعين. يزمر يخدم المعاصي ستيطيس
إلسي سكيني الساقي إلسي وجامي دينين يشمثن سوين الهام، ولكن ممكن يخدم الذنوب سواء النظن، خاطر الذنوب ماشي كان سيلاس واس يخدم سيلسيس وسوالنيس وسفوسيس وصوفاريس أدي عدي ذي بحير ثقيون أذي عفسك النعمة لا الغشية كان غلا يفاون يرزاثان كل شيء. حنا الذنوب ماشي كان لما الذنوب ماشي كان هذه اللي ولد الوسخ فوسيس قريت يسومس الجامعة غير يسومس لونفيرونمون وياك سلسنا على فكرة سلسنا غياك. صافي المعنى الثاني تخرج الخطايا من فيه جميع الخطايا التي اجترحها بعضو من أعضائه من الفم بالفم أو من غيره. نسمع يا جماعة الخير هذا من كل حاجة نطول ديك شوية شوية نحاول بقدر الإمكان باش نعوض ما فات، ولكن نقف عند هذه المعاني بقدر الإمكان. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، يكمل وإذا استنثر يعني يوصل زارنيس هذه خم استنثار خرجت الخطايا من أنفه من أنفه. سبحان الله العلماء كانت بعض الأمثلة وين الذنوب ترتكب بعضوين أو أكثر. إزمريون هذه السريحة الريحة ذيريت وثيد يفضح سيلسيس أكين الفلاني سراحة سون كومنتير يعني الأنف يتكابتيد الريحة يلس يديكلاريد مسفهم باش نزرق في كذا نعم في الحقيقة وين يبغى هذه زر قيمة النعمة قاعد مقلع عقونا والله مثلا هضرت كانوا كذي عقونا ثمطو تاع عقون تم كضرب بيا الراويس لا ثلاوين سي عقونين جوجين ساعة الدرية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الراون السنت أدحكون في مشوها كني يمثنغ نوالا في يماثين تسمسلاينت الراون السنت تسمس فهمني السنت نورمال نكوني يمثنغ ماشي نورمال. نعم ثقي برمي اليوميات بوكاذي عاشن لا وكاذي يهضر وكاذاكي اشي نسمي مزيه كسين غير لغه الاشاره ثورة المقارنه هذه فهم شو المعنى سكه شو المعنى سكه شو المعنى سكه شو المعنى سكه شو المعنى يفهم إما مشطوح عنده يفهم ورسينا لغه الاشاره لغه الصم فيه صعوبه إنك يمثنا ما سوالي ونفهم راه هذا غتسترو تزرب الصوضر الميساج الصوضر الرساله يوراويس صافي نكون يفكر ربي نعمه نعم ربنا دواء إن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إلساقي يتسمسلاين أم الزواقي يتسميزن يا الصواث أنزارن لأنه قادر يعدي ذي الحومه يدير لك شو السبن ياكل ما سبن الخفاف ما سبن ثغريفين ما سبن الله إلا ويض الله ينوب الله والو. إذن إذا نتذكر هذه النعم وإذا استنثار خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه طبعا ميض السير ذو ذميس خرجت الخطايا من وجهه لأنه الذنوب في الحقيقة يوم القيامة على بالكم إما هذه الوذمون منورا إما هذه فركانا الله أكبر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه في الآخر وذمون منورين جعل ربي وذمون يذمون مرة منورين الحسنات وكذا ويض مسودين سوداء يعني وجوه سوداء سوى شو لأن الذنوب يوم القيامة تأخذ ألوانا ولا حول قوة إلا بالله. هذه الصورة من صور الذنوب يوم القيامة. فإذا غسل وجهه ونسر الذميس خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. سبحان الله إذا كنت فهمت الذنوب سي الشفار بالنيس سي الشفار بالنيس معنى تطهير كامل في الزدي كومبلي
في هذاك هي كفارات الذنوب اللات أثنتي عفو ربي سبحانه وجي من فضل الله عز وجل. وهذا كله ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فإذا غسل يديه ونيسير ذنفاس نيس يلا يوض ويسير ذميس من بعد يسير فاسنيس إلى المرفقين كما ذكرنا فيما سبق. هذه السير ذي فاسنيس يفوس الظلمات. خرجت الخطايا من يديه ذغمي ما تسفغنك الذنوب سيك فاسنيس معنتها لافاج يعني كومبلي الله اكبر افيري ديالكم باش نسين قيمه الوضوء. وعلى بالكم شحال الغاشي سكن سلمن حرموا هذه النعمه لي كروايون نون براتيكو. الشيطان يوعر والله يوعر بكل صراحه غسل الوسوسه مي نسعثن سنثن ولا شوك تصلي ثقي والو والله ريان وريس يدير مثل الجنابه ما يعرف ولا شيء. المشكله تغاضن وقاذني عاشنا اللي يموتن جامي ظلم يا لو كان نظر في الناس خاطر نسلم قارن لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن والله الغفله خطيره. لذلك ربي في سوره الاعراف الايه 205 إن ربي ولا تكن من الغافلين. تشلي راسي الغافلين النسيان وغيتحاسب ربي في ثلث ثورة نزول يزمر الامام يقزون يسنا غادي تسو هذه تسو هذه رقعه الظالثي سنرقع يدس والسلام الزود وحدك ترقع الظالثي كرمضان عادي. لذلك رفع عن أمتي الخطأ في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يناد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني غيتحاسب ربي وربي ناد وذبح ذا المشي الغسل ماشي تسار ذا غير نسير ذي قراينا ولكن ذا المسح هاد نسعد كنفوس سفلى يقرينا وديغال طبعا كفرض كسنة. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه يك الذنوب أدفن ذا سقره حتى تخرج من أذنيه الذنوب أدفغن سقم الزاغيس. نفتح قوس تذكرون نهار كنت دني غاية مثلا أهل ترى الأذنان يمزاغ أثنت السيرذ نغ ذا المسح مسح يكون العلماء أن عند المسح أخطر الأذنان شد نسقروا صافي يمزاغ حكمهما حكم الرأس حكمه المسح والأذنان حكمهما المسح. ذاكي جماهير العلماء كامل عند المسح إلا الزهري هناك ساردة. وطبعا لو كان ياكل غاش السر مزانسن صافي شحال ريسل كنسي لهلاك. الحكمة الربانية المسح إمزاغ صافي شد سقرو حكمهما حكم الرأس والرأس حكمه المسح. هذا الحديث يوم الإسلام ذكره العلماء دليلا على أن حكم الأذنين المسح. يوند الحديث فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. مسفهم؟ وقيت الدليل الحديث 59 الدليل إذن العلماء باللي إمزاغ ذا مساحة المساح ماشي تساردة. إلا الدليل وايض ذكرناه فيما سبق الأذنان من الرأس. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس صافي شدث النبي صلى الله عليه وسلم سقروا وحكمهما حكم الأصل والأصل حكمه المسح إذن فحكمهما المسح حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه قل كان مرحلة ميبض العبد المؤمن كما ورد في الحديث باش هذه السير إظهار النيس طبعا هذا يفوس من بعد أظهر ظلمة ذا قدنا راه مساحة إن فإذا غسل يعني ثرذا هذه السير إظهار النيس. وطبعا ثرذا إظهارنا ما كندير نشرح لي الدروس اللي عدان
ميدير النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعني الأعقاب شو ثم العظمان الملتصقان بالرجل تكعبرتين إلى قضية خاطر يزمر بعد ما يغفل الفلاس هذه السير داريس مي تكعبرتين تيجي إلى الحديث وايض حديث خرجه الإمام البيهقي إن ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الويل يعني الهلاك وعيد. أقدام يعني بطون الأقدام يعني ثنا وضار يعني أولوضار بارك الله فيك أولوضار أي غر السيناقي خاطر السيناقي يغفل الفلاس الغاشي بنادم يزم الى قضيه وظلما ذول اوضار وثيدي السيرد ما يسترديثنا كني يوثا فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه. ادفنت الذنوب سكواشرن انتفذنينيس تفذنينيس سكواشر ادفغن الذنوب ما شاء الله. تصوروا ايماجينيث بنادم يغلظ واحسن وضوءه كما ورد بالحديث فاحسن وضوءه اذ يريد كومبلي ما شاء الله. قال ذاكي كمل النبي صلى الله عليه وسلم صافي وديجا يغلظ كان يغلظ خامي بعد عمد الى المسجد قصد المسجد يغلظ يساد. اما لبيت الوضوء داخل ذي الجامع نغ سق خامس. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. الله أكبر. يعني وليث كان يثمثا الفضل قام القرآن. ثم كان مشيه وقد خام كان ديجا ثوغ الوضوء مبروك عليك ثيراض كما يلزم من أحاديث الترغيب. يكمل الحديث إن ثم كان مشيه إلى المسجد ثكلني أد الحوض سقخامي ألم ذا الجامع وصلاته أو تصليثه نافلة له. يعني يغتحسب إن شاء الله الشرع ذي النافلة أما تسكلني خاطر ثكلني داود غير الحديث يون الشروضار أذ يرفع درجة يون هذيك السيئة صافي السنة وكيكون الكونتور الحسنات يخدم عداد الحسنات شغال. ولكن العجيب في هذا الحديث إمدينا وثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. يمكن يضرب للصلاة فريضة صلاة فريضة صلاة الفرض إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هاي الآية اللي هي فوق المحراب. إذن ولكن المقصود الزيادة في الأجر. لذلك الحديث صح أخرجه طبعا الإمام مالك كما كان السلام الحديث رقم 59 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه والإمام النسائي في سننه وصححه الإمام الحاكم في مستدركه. يلا ثورة نروح الحديث وايض. ولكن قبل أن نروح الحديث وايض مباشرة يلا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديث رقم 60 الحديث رقم 60 وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. أبو هريرة الذي كنتني عندنا كنت سميتها كلمة الشفاء المكثرون من الرواية ومسم العلماء المكثرين وجاد دروان أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي وين ديروان 500 أو 700 أو 800 900 خاطئ وين ديروان أكثر من 1000 حديث. أيوا سيدي الحصف شحال قلنا قبل؟ لان 7
يديروان أكثر من 1000 حديث أثن دناوي ونيون أمزوارو أبو هريرة كمل الصديقة عائشة بنت الصديق ويس 3 أنس بن مالك ويس 4 جابر بن عبد الله يا 4 ويس 5 ابن عباس ويس 6 ابن عمر ماشي ابن عمرو مثلا ابن عمرو المعنى يس عمرو بن العاص ابن عمر المعنى يس عبد الله بن عمر بن الخطاب وقي ويس 6 ويس 7 أبو سعيد الخدري أسندعي وذا صافي لان 7 وقاد قروان أكثر من 1000 حديث أبو هريرة الصديقة عائشة بنت الصديق أنس بن مالك جابر بن عبد الله ابن عباس ابن عمر ابن عباس أبو سعيد الخدري يبوثني ديون قبل داوي غاشو دينا الشاعر في اللسن نغاو دسني أبو هريرة شحال يروى الأحاديث يرواد ورد يمكن امتحان للذاكرة ماشي 4000 أكثر من 4000 5000 أيوة 3 قرضم أيوة صافي 5 على 10 نكثر خليها 8 على 10 5347 5347 حديثا يديروا أبو هريرة تجد الرواية الصحيحة ني غاوندي البخاري واحد سكان يرواد 609 من الأحاديث الرجال عدد الرجال الذين رووا عنه بين الصحابة والتابعين أكثر من 800 رجل باش نظر كان كل يوم شو المسفهام وندم من يموت أبو هريرة يموت في سنة 57 للهجرة وهو من أهل الصفة أتذكرون ونند باللي صار أميرا للمدينة في كذاكي في المستقبل أيام نفك الحق أكثر التعريف بالصحابة والتعريف بالتابعين إلى آخره ولكن مادام نبغى نحو شوية صافي نركز على المعاني أكثر لذلك إذن منهم 7 الذين منهم 7 المكثرون من الأحاديث ذو كذا يقول السن يبي ثنيت يون يعني عالم في واحد الأبيات إن 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا صافي لقد 7 أكثر من 1000 من الحديث عن المختار خير مضر المختار عن النبي صلى الله عليه وسلم يبو يسند يونيون أبو هريرة سعد ذاكي يون ما يغلط يفهم لي سعد بن أبي وقاص لا هو أبو سعيد الخدري ولكن على بالكم الشاعر يسمى بالضرورة الشعرية يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره الضرورة الشعرية أبو هريرة سعد جابر أنس كين ديبوي صديقة وابن عباس كذا ابن عمر يبوي ثني داكو ذو كذاكي السبعة زرمزيك نهضر هذه الدروس شرح خليل المختصر خليل سيدي خليل ناد باللي زيك استخدام المتون إما المتن المنظوم نغ المتن المنثور المتن من مقاصده التيسير والتسهيل تيسير الحفظ لذلك خدما يكون متناجي أما نظما شعرا أو نثرا تحقيقا لهذا المقصد يلا الحديث رقم 60
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دائما هذه الأحاديث في فضل الوضوء، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، النحفس الراوي مرد يروو الرواية اللي غاون دوا أكيد وكدنا العلماء طبعا ولاش التراث يقعدن ذو غرفال قد شنف في الاسم الدن أم التراث يدي جا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كاش كما هو، ما كاش. الأدلة كثيرة، منها خدام السنة كفار التصلسل، واحد. اثنين، وهم يخدمون السنة عندهم حرص شديد على التدقيق. زعما ثم شهود هذاك واحد من خدام السنة يأتي بيانه هو ترجمته في المستقبل الأيام إن شاء الله، أن الناس الفلاني قم كان الفلاني يزمر ذي الحو 500 كيلومتر على جاي من الحديث، ماشي صياغ الجزائر، صياغ بودوا ولا صياغ عزازكان ولا بجايف، نو السيرين ولاش الانترفون ولاش التليفون ولاش الفاكس ولاش الفايبر ولاش قالوا شغال يجيكم جديدا ولاش يثم السيرين لا يون مثلا ذي أضرار يحفظ يوم الحديث هذا يروح على الورس لا اله الا محمد رسول الله شون تسمين يسعان وكيبض عندها تيسقسات عند الفلاني غير يطفيث اماكن قراكني متلبس تقوث الواقعه ير ولا سول الغميس يطفى سيجرس ني قرا سيجرس ندير لا تمزين غير اسي قروح ارواح كل خاصه ميد يبض وكي صافي عقليه ذوينا قس عن الحديث غير طفيتيت أم بعد واقين اسمك الشيء الفلاني كل فلاني شو كيدي الشقان قاصد قبائل شو كيدي الشقان إن اسمني يد الشيء الصد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيغ باش ترفض في الله تحفظ في الله وترويغ وعلى بالكم ما إلا والناس بعد عنفون تقول ما قال عناني عن فلان عن فلان عن فلان عن كذا سهلا نهضرت فلوس شحال يبردان طاسك ساعة القيمة. طيب صافي مسفها من بلي ذوينا يقسم الحديث يحفظ في ذا شو سين ما يسحبس قبلك تقصير ذا شو إلا ثلاث عمل قصير ساكنه ولاش هنا يسخذ ماس كان يولغم أوهمه بالعلف يعني استقبالي كل خغاس ما كان يولي خما كاسين وقشيش أرواح أفكار تلاقي حلاوات أبري ولا شي حلاوات الكذب وقع على بالك لا يجوز وسرتو الزريعة بوسا الجلد بوسا حصرة أكسي الطف ثروي في الله أنا عاميه واقي مقرا شو يخدم ذينا يستعدث ذي سكانير الغرفال إن يصافي تسيضفض في الغم إن سوك تسامن غرام بالك تسيضفض في النبي صلى الله عليه وسلم غير جاث يغاد إن سوك تسامن غرام أما كنت سيض الكوراج أتسيضفض في الغم يزمر أتسيضفض في النبي صلى الله عليه وسلم غير جاث أيضا لذلك من علامات تدقيق الصحابة عليهم الرضوان في نقل الحديث في رواية الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن أي غير دينا راوي الحديث يعني أبو هريرة أي غير دينا العبد المسلم أو المؤمن أولا العبد نعداد فلاس باش نفهم باللي الوضوء عبادة نعيد ما قلناه إذا توضأ العبد الوضوء إذن عبادة ولكن الحديث شو دينا المسلم أو المؤمن اللي غير تجيب بويسين شك منه يشك وريش فارغ مشي دينا النبي صلى الله عليه وسلم هل طرينا النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم العبد ينسلم نغ العبد المؤمن العبد المؤمن يشك أمشي دينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهما معا وهذا يفيد نقله لللفظة النبوية يقينا. توصلنا الرسالة مادام يبويثني ديسين صافي دير بيقين ذوان غذوة معناتها
أين يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم سوري لا إما ذو إما ذو لأن دو بروبابيليتي بغيت تدي سنات هكا سمحتي ما كاين يدينا غادي يوم الخبر أشيني نانيد باللي يضرى كذا نغ كذا صافي والسيادة الشكل في ثلاثة معناتها أي غنتي تبغي سنات باش أي غار باش تهني ضيمانيك هكا راه مشاكل دور من ذي الشهادة أي غير الشهادة توعر الشهادة باش تصغر تيموا ذيني وعرا وهما مارس غير كرا كركازن تيلاوين حقرت هو الاسلام يحقر ثمطوث باسكو الايه يدينا ربي طبعا تسدي سوره البقره الايه 282 الى قسان تلاوين اي غير ماشي ثمطوث ام كركازن وحدس كنت لا قسنات كنت هضو ربي رحمه بكن الشهاده محسوب السهل تسهل الشهاده ثاني غاشي يقول لي دير كازنا يقول لي الشهاده اسدي سيو القضاء سينا ماذا بك ما نحضرش اسدي سيو الكوميتي دو فيلاج سينا ما نحضرش نغلا في كل ده حلل خاطر الشهاده تسعى لي كونسيكونس برومييرمون اسكو الشفيض حقيقه يولي زنستا مورث يخدم الشرط يناياس الى قال لي وفريد سيان 1990 اش تحضر ثورة مخلف نيكز ما سافريد ان كونفلي بلون جوستيس يلا لي تيموا فكنت كان شهادينك واقي اتقن بدي وقيله ادم تقض كان الصوت قسيما في كل كيف غندي قسيم نسينا وقالني لي زادفيرسير اذو غندوك الفلاك شيني شاهد زور يا ما ولا لو قال كان فتاوى اكيني هل يجوز نكران الشهاده ما يجوز نكره الشهاده سي الله يغار الشهاده انكار الشهاده هذا حرام معناه في ذات تفر معنى الباطل يفد معنى الحقوق ضاعت معنى حين يقول آثم قلبه ولا تكتموا الشهاده القرآن يقول ولا تكتموا الشهاده من بعد حيني اما شنو يشفي غيره ميمواري نثعيه اما شنو يقول شحال ينكر الشهاده خو قادم شنو خو يمكن في غيره اسنسعود يخصي من في غيره ولذلك زيد تسقوا هذا شو ديت مطوط سدسيو القاضي جالسين تفضل على جوستيس واش تخدموا استني رجال الشهاده راسي قيم كان دين غا قيم كان دين سوال في مات الشهاده ديال لا جوستيس معنى الامر اين دينا ربي نثيد نكون تفغل العقل في كل نسقر دي شتي مثال خارج نطاق مفهوم صافي ثم تذاكم يا حمد ربي لو كان يدير كازنا لو كان غدينا ربي 10 اخر 10 يدنا غادي نشهد باش العقود مقار ما الا 8 وكاذن مقار دقي من سين ما الا 6 تسون بالك 4 شفان خاطر الشهاده ليس بالامر في الشهاده توثيق للعقود واثبات للحقوق اذا مقل كان الصحابي كي إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن المسفهم إزما غاشيني غير المعنى واحد شو المعنى واحد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ينثني ديسين باش غديني المسلم وكذا المؤمن كيف مترادفان لذلك اختلف العلماء هذا قد خالف العلماء لا العلماء يدينان كم أبو المعالي أنا أبو المعالي مسلم ولاقين أبو المعالي معناه الجويني الذي لقب مش اسمه إمام الحرمين الجويني إمام الحرمين وقي يخدم كتاب رائع في علم الأصول سيري ما باش تندرس في حلقة ماشي شرط ذلك الوايض المهم يدرس يسعيون الكتاب في علم الأصول كتاب ممتاز جدا اسمه
المؤلف جنس أبو المعالي إمام الحرمين الإمام الجويني. شو دينا إمام الحرمين؟ أشي قار المسلم والمؤمن شيئان أمران متغيران مخلف يويد الآية وقالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا يبود الدليل. أيضا حديث جبريل معروف يا خاكا سأله عن الإسلام، ده شو الإسلام، وبعدين سأله عن الإيمان، وبعدين سأله عن الإحسان. المسينا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان تعرف ضرب به ما كانت سوالي ضمت ولا ضرب كي سوالي صافي. الإمام الجويني شو دينا يناد حديث جبريل دليل على أن الإسلام والإيمان متغيران مختلفين، ولكن جمهور العلماء الناند هما شيء واحد، ولكن سبحان الله شو دمنا لا يتم أحدهما إلا بوجود الآخر. نفتح قوس سكيز ما دافض يوم لكن كيد المؤمن ذي المؤمن خصية سوى الظليث أكل رمضان أكل العشر أكل الحج فقط نقاء السلمى ولاقي إذا ما دافض يوم دافض يسلم مسلم يخدم كل شوالاي، ولكن الإيمان بيبري الموضوع قدر ولا الغرس تقف كان إثارة. الذي يهمني هنا في التعليق على أبي هريرة كيف أنه نقل ما سمع إليه وقد شك. نحن نعتقد أنه شك من الراوي المسلم أو المؤمن، ولكن بالنسبة إلينا بيقين نجزم بأن اللفظة النبوية وردت يقينا في مقدمة هذا الحديث. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ما إلا يغلظ العبد ينسلم العبد المؤمن فغسل وجهه يسرد ذميس تشفى من الحديث 59 وقال الحديث رقم 60 يسرد وذميس خرجت من وجهه كل خطيئة أكن راه يسرد وذميس الله يبارك كل خطيئة. ذاك الحديث هذا جديد ولا مش ودني غادي الحديث 59 ني غاوند الذنوب يخدم بنادم سيميس مريت مضمض فهمت مزاق يسوال نيس كذا كذا كذا، ولكن داك شو دينا إن خرجت من وجهه كل خطيئة. كل في اللغة وفي الأصول تفيد الشمول، كل يعني سونز اكسبسيون، كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أكن السرير ذذمي أدغلين وامان ياك الذنوب يخدم بنادم سوالنيس وزرم الذنوب سوالن داك خسرنت خاصة الساقين إيوي قاد استخداما الانترنت انني يد تسا وغيث اكيد لنا ما غلظخ انني يد تسا وغيث. وطبعا التكنولوجيا ماشي ذي نكون سيدي خدما مؤسف، تكنولوجيا متطورة أتستخدم مجتمع متخلف. كومنتير يظن بمعنى يسكن السنة نستخدم تكنولوجيا ونسينا قضايا سكي ذي المحاكم السباد وشغالك الزرع ينبت شقع الفيسبوك شقع يا خاك ثورة الدرس ما كي مسجلنا الدروس خدم المشايخ المحاضرات إلها ولا ما يروح على الفيسبوك نعم يروح عنده ما يهمنا والو عادي تماما. لكن الأمور اللي ضمن الفضائح
أي نصر ربي الغاشي فضح نتيد الفضائح حاجي ثكوى المستهدفة هذه ليون زدي بشر ممكن، ولكن استفنيوث هذا غاتنشرا الزرع لا إله تحسب الغاشي وكان الغاشي تكون ضاين الغاشي وكذا بنادم يغلط بعد ثنيار دونيت. النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. يغلط يسمى يغلط أي إنسان وخير الخطائين توابون، ولكن كل ذي فيسبوك لا يغلط يون يلا أرونا نيديوس أنت مسات فوتو شو اسمه كان فوتوشوب ما اسمه، ولكن اسمه هذه خمس تروكاج وكذا إذا هو كذا المحنية وكذا واحد مونتاج وكذا كله صافي سوى هذا هدو يعني زماد أطفنو ذم جيون الجسد ماشي ينس وثا إلى آخره فوتوشوب هكا إلى آخره. صافي في النهاية تخلو في الله الخوف ربي خوص غاثنير تخلو في الله الخوف ربي خوص. لذلك الخوف ربي هو العاصم ذي النهاية في الحقيقة. قاد وين نتسقى ربي خاف لم يخافش ربي خاف لم ذا شو دينا يكمل الحديث إن النظر إليها بعينه إليه كل خطيئة النظر إليها بعينه مع الماء بعد شو دينا أو مع آخر قطر الماء مع القطرة ثنجاروث لا قلتني ثنجاروث هذه الصبان الذنوب أدفغنياكم معناه وذميك هذي يغال زدي الصفاء وناد يوم القيامة المؤمنين وذماو النسن منورا وياض وذماو النسن ذي فركانا وناد العلماء إنك سواد مع يعني سعان لا ينظر إليهم ناظر إلا بتقزز يعني لا إله محمد رسول الله. نسأل الله أن ينور وجوهنا في الدنيا وفي الآخرة. شك من الراوي صافيند أو مع آخر قطر الماء يشوف. ثم ذاكي نطرح سؤال مهم جدا. الراوي مادام يناد أو صافي نسعسي المعاني ذاك نزمر نفهم وربما أكثر المعنى مزوارو شك من الراوي فأتى بالصيغتين معا يشك غيبد لي دو فراز يشك أكيني أم كوني ثورة الشهادة النغ أدفكض الشهادة أديني إما إدراكا غاكا إما مسفهما مسيزنز ثمورث أسيج 3 متر نغ 3 متر يدمي أي غردني ذاك لا يوم يتشفر سي بورسا ثلاق الوثيقة يأكل العقود زيك خدم الشغال بلا الكواغض خطط قوتي ثورة سلكاغض ونطو زهرك سلكاغض كي نوري قصيدة نشتا يقصد نشتا. العلماء كان سؤال هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ مشكلة. هل يجوز أدرويض الحديث بالمعنى؟ سلمك يجيك شحال مشيخة كيني أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما قال في تسوي الحديث وسوا أو كما قال مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أكيد الحديث إلى آخره. يزمر يولكيني إن الأعمال بالنية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنحبس تغلظ. السؤال هل يجوز أدنوي رواية الحديث بالمعنى؟ لا يجوز. لأن 6 أقوال قلنا 6 آراء العلماء أدفك بعض. الرأي مزوارو إنات يمنع رواية الحديث تمنع رواية الحديث بالمعنى مطلقا إما أورده بألفاظه نغس سم مشكلة أي غير أخاطر السيارة بين في صلى الله عليه وسلم يناد
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أوين دي سيدفن في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أم كانس ذي النار والعياذ بالله. وقي رواية الحديث لا الرواية النظري دنا صافي كاين كيخويا عمد غار كاين يغلط في الرواية نطوار اشو دنا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. مع انت يعمد نور يعمد صافي مدين ضوال ديجا كنا غيتغاض الحال غالا لو كان كاينين الفلانيين كذا وكشو دني ضاره كيغض الحال غالا سورتا والني ما فنان فلاس الشغال بالك الشوال وزرا شو يضرانا فوالي كيضرو خسار اكي غاض الحال وردني غارة هكا وكيضر يرنا والي كذب والي وذوال 100 وال النبي صلى الله عليه وسلم او ذا التشريع جماعة الخير بعد ولا ربي دي سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة عندهم حرص باش داوين ينقلوا السنة بقدر الإمكان بقدر الطاقة البشرية. ما يعنيش بلي ما يغلطوش هم أيضا أخطأوا وسنذكر ذلك في مستقبل الأيام إزمار دي غلط عادي ولكن شدة الحرص. لذلك ذاكي أبو هريرة إنك أو مع آخر قطر من أي غير يفكد الجملتين معا تسا الشك من الراوي ويدي كان الرأي الأول قال لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا ننتد سين ذي مقارنة ويضعن يون قرنس ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وإذ قرنس ابن سيرين الفقيه ابن سيرين قال لا تجوز امشيه مالا صافي ما نسمعه الآن لحسن حظنا جمهور العلماء أن تجوز الرواية بالمعنى لمن كان يعرف اللغة العربية ويعرف تصاريفها فإذا غابت مفردة من ذهنه أو من خلده استبدلها بمفردة تؤدي المعنى ذاته صافي لا بأس. مع انتهى جمهور العلماء الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم قال تجوز الرواية بالمعنى بشرط إلى قوينا في ديار وينس المعنى هذه ليس انت عرفت ماشي تسلمك هذيك الشعب النغا بيبري اكينا ما كدينا ربي عبدين تسبب وانا نعيم لا بيبري كان تيري يباس كيون الجامعة كاين تقديون إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ويبثي شرحنا أصحاب بس فريني كي ماشي الحديث وين يلها خدمي الدنيتي كما كانوا تسمى الضارة الفذا خدمي لاخرتي كما كتسمى الزكاة ماشي الحديث واقين. ولكن لذلك ما لاحظناه في السنوات الأخيرة في الجزائر وفي غيرها من الاهتمام بالحديث وأهله وعلوم الحديث مظهر صحة في الأمة بشرط ألا نستخدم هذا العلم الشريف تدميرا للناس ودمارا للقيم وهدرا للأوقات وقطعا للعلاقات وإثارة للأزمات والفتن. الرسالة وصلت. نكملوا. فإذا غسل يديه نكمل الحديث. فإذا غسل يديه خرجت من بين يديه بكسر فسنيس أدفرنت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء. يعني وين يسير فسنيس أكو الذنوب 50 فسنيس
شحال يخدم الذنوب سيفاس الإنسان ويطبعيث زرت كان ديال الحرمين الشريفين الطواف الطفل غاش يخدم الطواف واستخدم من ثياث الزرار ما كان غلا عايشيني ثايت تبغى تصوض الحجر الأسود طبع هذا غالي نتلاوين هذا غالي مغارن واش يهمك الشيء ليسونسيال أتصوض إلى الحجر الأسود الحجر الأسعد هي وذاك إذا غادي الدنيا ذاك كيف تفضل غاشي تزالن سواء كاثن إما تسمغارث إما ذي ماس إما ذي الكار إما كل شيء لا صافي غير فاس نص مفهوم يا جماعة الخير بطشت يعني عاملة يده وطبعا البطش ديال اللغة معناه أخذ بالعنف معناه سلا فيولونس خاطر فوس يزمر يخدم العنف سيفاس أو مع آخر قطر الماء دائما الراوي يعيد هذه الجملة يقرأ أو مع آخر قطر الماء مع لا قلت القطران ثاني قالوا ثبامان أظهر لك الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة يعني ما يسر يضرنيس أكو الذنوب يخدم سوضاريس مشتها رجلاه يعني إلا وان دال حاني ضارن وسخسرن تيك ولا سخسرن وكان ديك الشيء يصبغنيس الجامع طابي يعني سخسر لحشيش ما يعرف سيث وكذا وكذا إلى آخره أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الحديث هناك حتى يخرج نقيا من الذنوب مع انتهى لافاج توتال معنى ذيريد كومبلي مقارنة الحديث 59 الحديث 60 في نفس المعنى فضل الحديث فضل الوضوء ولكن شو الذنوب اللي قصداكي يناد يخرج نقيا من الذنوب أين كوم الإسلام ناد باللي ديفاق بنادم نقي من الذنوب كيشو الذنوب ذاك الصرا خلافية العلماء لأن العلماء ديالنا مقصود الصغائر ثي مشطاح الذنوب ثي مشطاح مثل الوضوء كنت يعرف ربي بويند حديث نظن حديث في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر صافي نفهم سي الحديث هكي باللي ثم مشطح كان يعفو ربي ثم قرين خطي هذا الحديث صفي الكبائر ومشارع محوت بأمر أسهل هو التوبة يعني ثقل مقرن تعرفوا ربي سوين سهلا التوبة ذا شو سهلت وعار خاطر التوبة النصوح زرم شروطين الشرط الأول الندم يندم بنادم الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب هذه يجي ذنبني الشرط الثالثة العزم باش يتسوى ذنوبي ما إلا يغذي ذنب يارس أكذ وياض أكذ الغاشي لازم الشرط الرابع يرد المظالم صافي وين الحديثين ولكن والله أعلم ربي يزمر كلش السواق هذه يعفو كلش ما عدا المظالم من الناس خاطر وإن تعلق به حق آدمي ربي سبحانه قادر إن شاء الله نعطيه هذا الفهم اللي يزرع الأمل ربي على كل شيء قدير بشرط أن تكون هذه الأعمال هذه العبادة الوضوء والصلاة وكذا وكذا والصلوات ورمضان وكذا بالإخلاص وبالتوبة المرافقة إن شاء الله تعالى مع تجنب الإصرار على الذنوب. الحديث رقم 61 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ولغ درسني عدن رأيت مسلمي ولا رأيت ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فضلت ظلت يعني حضرت فظلت العصر فالتمس يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس الناس تصيق الله انت دين العدد فالتمس الناس وضوءا بفتح الواو ماشي وضوءا وضوءا معنى الماء الصالح الوضوء سنادين هذا الوضوء فلم يجدوه ورفينا رمان فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المجهول يبوي ونس الصحابة يبوي يسد بوضوء في إناء يبوي يسد أمان داخل نقار الطاس الإناء أفريق قدح ماء
يبوستيون يعني يكفي باش هذا يونس الوضوء يونس الوضوء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ولا شمان ثقي معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجرى فوسيس داخل نطاس ثم أمر الناس ينسيه وقيد الرسول تسقي نفوسيس نسى صافي يجرى فوسيس معنا كل شيء ممكن كل شيء القدر ربي. ثم أمر الناس يتوضؤون منه يلا أيوة تغمن الوضوء أتسغن الوضوء يقول هذاك فن وامان صافي في كاس سيدنا ربي سبحانه وتعالى المعجزة. قال أنس أنس يتمسلاي راوي الحديث فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه إيوالا أمان فغن سقضوضان النبي صلى الله عليه وسلم إيوالا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم أكملا والوضوء. شحال يقلان إناد أنس قسانت إناس الزهاء 300 حوالي 300 يقغن الوضوء سيون النطاس ومازال حكايات أخرى معجزات أخرى تشبه هذه. لذلك العلماء حينما قارنوا بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ومعجزة سيدنا موسى يكتفي أكبر من معجزة سيدنا موسى. معجزة سيدنا موسى يوثها ظروفا دوما فانبجست منه تفجرت منه 12 سقزرو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فندوما سيقضوضانيس يرضوضانيس. الحديث قالوا الحديث رقم 62 وحدثني عن المالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أي غير اسم المجمر. المجمر خطر ذي الزمان عمر بن الخطاب أذي الشم وصحبية أذي يرفد المجمر باش ديسفاسيسيون الفخور باش الجامع يعطر ولا الشمس راك ولا التاويل هذا يخدم حاجه يلهان باش وكذاك الشمس الظلل هذا في الجامع رائحه طيبه صح. لذلك بعض المساجد خدم الملاحظات يقول في ذاك قرنك الشمس 16 يقول لك الشمس 16 ميلان ويضيف جامي جو سي ليبر كاين يا ولدي نندك نغا والو السلام عليكم وعليكم ما تتصوت صاري يخدمك والظلام تقول نبذو شو سورتو لي طابي كون مقار ذاك صطفى الريحه اي لي طابي. المهم اذا مما ولا جدد المجمر يخدم لي الهان اين الهان انه سمع ابا هريره. بالمناسبه المجمر اسمه نعيم بن عبد الله المدني وقي من المقربين جدا الى ابي هريره يقرض ورصطاس دام دوك الاسم مليح. بعض الروايات ان صاحبه 20 سنه يقيم كذا ابي هريره 20 سنه يحفظ في الناس يحفظ في ابو هريره يعاش ذي العمر يموت عام 120 نغ 121 للهجره يوسيسنت أنا خنتي دي سنة ثورة باش يعني ما كاينش حسب المرة إما يموت 120 نغ 121 أي خدني هكا إلا ذي كتابين لأنه كايني مات عام 120 الهجرة لأنه كايني يموت عام 121 الهجرة ناخذ دي سنة باش سوري ودي سنة الله إن شاء الله. يقول أشو دينا من توضأ فأحسن وضوءه ونيغن الوضوء هذه جرز الوضوء ينس يعني محافظا على محققا لفرائضه وسننه ومندوباته متجنبا المكروهات الى اخره ثم خرج عامدا يفغس خامس عامدا يقصد يعني الجامع قاصدا باش هذه الظال عامدا الى الصلاه باش يروح هذه الظال ونادي العلماء مما يغلظوا باش يروح للصلاه صالون ديجا نعم صالون دينا كان وما أدراك دي فصل خامس هذه يروح الجامعة دي الظال ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة سكواس دي فصل خامس أثن دي الظليث قبل أن يظليث النية قرنك نية المؤمن تسبق عمله وقرني مزور النية زوار الخدمة يلا وإنه يكتب له
ما يبدا يلحوها كني بإحدى خطوتيه ما يلحق السين ضرني يلحو حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة يلقى أخير ذي الحسنة يونشك السيئة ما شاء الله أكيد الحوض ولا مسطون معليش يثنى الروضة يعني يسقل قرا نورمال فإذا سمع أحدكم الإقامة ما يسلغ الإقامة فلا يسعى يعني ما يسلغ الإقامة خاطر دي فوا نكون نسلك الإقامة الصلاة يا بابا لا فيتاس دوبلي دروات أغوش من بعد يوناد يوض باش يدير الحق الركوع لا هي ولا شفت النهض الغاشي يسوي لاخويا النبي عليه الصلاه والسلام قال تسوان ما تخافش إنك فإذا سمع أحدكم الإقامة يسلي إقامة الصلاة فلا يسعى يعني لا يعجل يعني لا يسرع ويتسزل لا الله فيتاس فإن أعظمكم أجرا أنا نقص عن الأجر من القرآن أبعدكم دارا صافي وين يسني يفعل أكيد في الحالة تصيص على الأجر ولكن تسثرها ولكن يقرب من الجامعة آخر النغا خاطر ثاني قراب تصلي أرى يحضر ماذوني بعدا بالك يتصحي ويتنص نعرفنا ولكن هكذا يعني الحديث ذي الموضوع ما شاء الله الله يبارك فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا إذن ما دام الحديث فلا يسعى يعني فلا يسرع اش يخدم إذن اش النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمونا فقدوا الحديث قد ياس أنا وضر ورس عندكم ما تسمعوا الحديث هكي ترقيع الصلاة يا بابا أنظر مش ترقيع الصلاة أنفيس أهل طارين سلمن سنظر قان تظريت نوليش غير الحلقة العلمية قيل هانت يكون ما يحضري ولا حضر 1000 كيف ذي الأجر ولكن غير الحلقة تخص انت ساقي ثمورتنا ماشي ثمورتنا يعني خص الحلقة العلمية خطر إنسلمن أتصل بغانا نلقي من جهله ويانا ديال المخاسة كي يسنا كلش حضر القاضي وحضر غارة يسنا كلش ما غاش يسنا الانترنت خاطي ما فلاش ديسك والله ينفع والو خاطي يقدر ربي بلي العلم اذ يروح ذي الحلقات يلا سب اسمي يتبدا الدعوة الإسلامية واسمي دينا ربي دي سورة النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن دعوة إلى الله دعوة سلفية قسم كلش أما كدين داغ ربي داغ دي سورة يوسف الآية 108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني على بصيرة ماشي الدعوة كان بيبري حاصرة ماشي الدعوة بيبري على بصيرة هذا هو المطلوب يلا قالوا يا أبا هريرة نسي أبا هريرة مشى كي فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا نسقسانت لما يا أبا هريرة أيغر قال أبو هريرة شو من أجل كثرة الخطى خطر تصيق الحق كان وتظلي ثرى نظل كثورا تظلي مرة هي خير أعمالنا خير أعمالكم الصلاة هي تظلي تخير العمل خطر ديس كلش اجتمع فيها الخير كله مرة نزال أولا نسمع القرآن الكريم ثانيا التسبيح والتكبير والذكر ثلاثة إلى الركوع إلى السجود كل شيء الدعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كل شيء الله ثم أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة يثمثا أولي ولدا يكفى الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.